اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. فيديو جديد معاكم حبايبي النهارده، فيديو كده ان شاء الله يعجبكم. هنقول فيديو التوفير. قشر البرتقال لو لسه بترميه هيبقى غلطانك غلط كبير قوي وهتندمي عليه، لان فيه كمان فوائد كتير جدا واستخدامات كتير جدا. هتقدري تعملي منه صابون معطر للصابون، هتقدري منه تعملي الكيكات، هتقدري منه تحطيه في رز بلبن، في مهلبية، في كل حاجة. النهارده حبايبي انا هعمل لكم منه معطر الصابون اللي يخلي ايدينا ناعمه وريحه الصابون كويسه وريحتها حلوه. دلوقتي زي ما انتم شايفين القشر اللي احنا قشرناه بتاع البرتقال والاستفندي، ومعانا كمان قشر ليمون. هنحطهم في حله سخنه على النار وسيبهم يغلوا خالص خالص، يعني لحد ما يتهري خالص. انا دلوقتي هرجع لكم تاني بعد ما الميه احطها على النار وتغلي. هرجع لكم نشوف هنكمل ازاي سوا مع بعض. رجعت لكم تاني حبايبي، زي ما انتم شايفين كده حطيت الحله على النار، ميه غليت زي ما انتم شايفين كده، سبتها تغلي جامد قوي. هنزل بقى فيها بالقشر كده زي ما انتم شايفين كده، وهنزل فيها كمان بقشرتين ليمون، وهسيبها بقى كده تغلي خالص لحد ما يتهري خالص على النار. بعد كده هنرجع وهنعمل احلى معطر للصابون ينعم الايد ويوفر في الصابون وهيدي ريحه ولمعان هايله جدا. رجعت لكم تاني حبايبي، زي ما انتم شايفين كده بعد ما اتسلق اهوت، شايفين البخار طالع. هاخده بقى كده واروح حطاه في الخلاط، وبعد كده هطحنه وهرجع لكم تاني عشان صوت الخلاط واوريكم بقى عامل ازاي. تاني بعد ما طحنته حبايبي زي ما انتم شايفين هتحطوه في الكيس بالشكل ده، هتشيلوه في الفريزر. وقت ما تحتاجوه هتطلعوه قبليها بشويه يفك، وهتحطوه على حبه صابون، نص كيلو مثلا صابون، وتروحوا حاطين مثلا عليه كيس زي ده وترجوهم في الازازه وشوفوا اللمعان بتاع الحلل والريحه. انا بقى بوريكم الميه ديت انا مش هرميها، ليها فايده برضو عندي. هخففها بشويه ميه واحطها في بخاخه ارشها كمعطر جو هيضيع الدبان والناموس وكل دوت، وهيبقى استفدت من القشر. تقدري القشر كمان تحمصيه وتطحنيه وتحطيه كمادة فانيليا للبيض عشان يضيع ريحة الزفار بديلة الفانيليا. القشر ليه فوائد كتير، اوعي ترميه. لو عجبكم الفيديو النهارده حبايبي ما تنسوش الاشتراك، والله ما هيأذيكوا بحاجه لو انتوا دوستوا على الاشتراك يعني، وتدعموا لي القناه بتاعتي وتعملوا لي لايكات ليها. والله ما هتضركم في شيء، ده هو دوسة على الزرار بس مش اكتر ولا اقل. لو الفيديو عجبكم متنسوش تعملوا لي اشتراك ولايك، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.